السلام عليكم ومرحبا بكم في مواجهة ألمانية نارية. اليوم غادي نقارن بين BMW M3 الجديدة ومرسيدس AMG C63 موديل 2025. قوتين ألمانيتين يعبروا على الأداء، الفخامة، والتاريخ. التصميم الخارجي. BMW M3 كتجي بتصميم هجومي كيعكس روح السباقات، شبكة أمامية ضخمة، خطوط عضلية، وجناح خلفي أنيق. الإضاءة الأمامية ليزر لايت كتزيدها هيبة. أما مرسيدس C63 فكتعتمد على الفخامة الرياضية، بلمسات AMG الخاصة، شبك ببان الركون الشهير، مداخل هواء ضخمة، ومظهر أكثر نضجاً وأناقة. المقصورة الداخلية. داخل M3، عالم السائق هو الملك. شاشة منحنية مزدوجة، مقاعد رياضية جلدية، وأجواء فيها طابع السباق. في C63، الرفاهية حاضرة بقوة، شاشة عمودية كبيرة بنظام MBUX، مواد فاخرة، وإضاءة محيطية كتخليك تحس أنك في سيارة من فئة أعلى. الأداء والمحركات. BMW M3 كتجي بمحرك 3 لتر توين تربو من 6 أسطوانات كيولد 480 حصان أو 510 حصان فنسخة كومبيتش. الدفع الخلفي أو الرباعي حسب النسخة. مرسيدس C63 2025 دارت ثورة، محرك 4 أسطوانات تيربو مدعوم بنظام هجين بلاكن هايبريد كيولد، قوة إجمالية 680 حصان. أداء مجنون ولكن بإحساس مختلف. M3 كتقدم تجربة ميكانيكية نقية، بينما C63 كتراهن على القوة والتكنولوجيا. القيادة والإحساس على الطريق. الثلاثة كتتميز بتوازنها الرائع، ناقل الحركة السريع، ودقة المقود اللي كتعطيك إحساس مباشر بكل حركة. أما C63 فكتمنح تجربة أكثر استقرار وراحة بفضل التعليق النشط ونظام القيادة الذكي. القوة كتحس بها، ولكن الطابع الكهربائي كينقص شوية من الإحساس الكلاسيكي لمحركات AMG القديمة. التكنولوجيا والأمان. السيارتين مجهزتين بأحدث الأنظمة، مساعد المسار، الكبح التلقائي، الرؤية الليلية، وأنظمة تحكم متقدمة. لكن نظام MBUX من مرسيدس كيبقى من بين الأفضل في العالم من حيث الذكاء وسهولة الاستخدام. السعر والقيمة. الM3 يبدأ سعرها من حوالي 85,000 دولار، بينما ال63 الجديدة كتوصل حتى 95,000 دولار بسبب التكنولوجيا الهجينة. كل وحدة كتقدم فلسفة مختلفة، القوة الميكانيكية مقابل القوة الذكية. الخلاصة. في النهاية، الM3 موجهة لعشاق القيادة الخالصة، والC63 موجهة لعشاق التكنولوجيا والفخامة. مواجهة ألمانية نارية بكل معنى الكلمة. شنو تختار أنت؟ شكرا على المشاهدة. متناسوش لأيك واشتراك. وكتبوا لنا في التعليقات، واش انتو مع BMW ولا مرسيدس؟